ونبتدي. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، فاحنا ابتدينا في البدايه خالص. احنا كان عندنا السيستم بتاعنا عباره عن 4 اسابيع. حلو، وده اصلا يعني انتوا النهارده اخر سيشن بعد 1.5 سنة بالنظام القديم. اوكي، فاخر سيشن، فانا حاسه احساس غريب قوي والله. اخر سيشن خلاص بالنظام القديم اصلا، بس انا مبسوطه والله. فاحنا كان النظام القديم كان ماشي ازاي؟ كان 4 اسابيع، كل اسبوع بيتكلم عن حاجه معينه. فاول اسبوع كان في الفاندامنتالز، ثاني اسبوع كان في التحليل الفني، ثالث اسبوع الاستراتيجيست، رابع اسبوع الماني مانجمنت والريسك مانجمنت. فاحنا هنعمل ريكاب سريع دلوقتي نشوف احنا اتكلمنا عن ايه. اوكي، فاحنا في البدايه خالص في اول اسبوع كنا بنتكلم على الاساسيات. اوكي، فكنا بنتكلم عن فكره ليه اصلا الناس بتتريد. اوكي، وازاي نكون بنفكر بعقليه كويسه واحنا جايين بنبتدي في التريدنج من البدايه. واتكلمنا عن ال3 انواع الاساسيه في الاصول الماليه زي الستوكس والفوركس والكريبتو. وكمان اتكلمنا بالتفصيل شويه عن الحته بتاعه البلوك تشين تكنولوجي، لان هي تكنولوجي بديله للتراديشنال داتابيز بتاعه البنوك، وهي دي اللي مبني عليها الكريبتو كرنسيز. اوكي، الفرق الاساسي ما بين البلوك تشين والتراديشنال داتابيز هي ان دي ديسنترلايزد يعني لا مركزيه، اما التراديشنال داتابيز فهي مركزيه. اوكي، بعد كده اتكلمنا كمان عن الحدث الاساسي اللي بيؤثر على الماركت بتاع الكريبتو كرنسيز، وهو الكريبتو هولفينج. زي ما قلنا مثلا الكريبتو اتعملت اول مره سنه 2009، وكان الحد اللي بيعمل لان اوريدي كان 2009 كان اول مره يتم فيها اطلاق البيتكوين، وكان الحد اللي بيعدن بيطلع بلوك واحد ياخد 50 بيتكوين. بعد كده المكافاه دي بتتقص للنص. طب ليه المكافاه دي بتتقص للنص؟ لان احنا اصلا الشخص اللي عمل الماركت ده اوكي قال لك اوريدي ان في ماكسيمم كاباسيتي في 21 مليون كوين. تمام، فبالتالي انت كل ما بتتقرب اوريدي من الرقم اللي هو 21 مليون، اعتقد احنا دلوقتي في 20 مليون. اوكي، فطبيعي ان الطلب يكون بيزيد، فطبيعي ان هو يكون البرسنتج بتاعت الناس اللي بتعدي دي كمان بتقل. اوكي، فبعد اول هالفنج مثلا قصينا للنص ب 25 بيتكوين، 2016 12 ونص وهكذا. وبعد كده اوريدي شفنا التاثير بشكل عملي على السايكل عشان نشوف الماركت باترنز كانت بتبقى ماشيه ازاي كل ايفنت هالفنج. بعد كده اتكلمنا عن 40 فاينانشال تيرم مهم، 40 مصطلح ممكن نكون هنعدي بيهم. اتكلمنا بالتفصيل عن تريدنج فيو ازاي نكون بنستخدمه، والتريدنج ستايلز. اوكي، اللي هو احنا المفروض نكون الفرق ما بين الستايل بتاع الشخص ايه. اوكي، وزي ما هو اسمه ستايل فهو من اسمه. اوكي، هو معتمد على ستايلك انت، معتمد عليك انت حابب تكون بتدي للتريدنج وقت قد ايه من حياتك. في ناس مثلا ممكن تقولي والله لا انا هتداول اصلا بوزيشن تريدنج بس، هتداول بس على الفريمات الكبيره قوي اللي هو 1 داي 1 ويك، ده الستايل بتاعه. انا ما اقدرش اقول لك تشتغل على ستايل ايه. اوكي، حد تاني هيقول لي لا انا هشتغل داي تريدنج، فانا هشتغل على فريم الربع ساعه مثلا، او ممكن لحد فريم الساعه. فالصفقه دي هتقفل اخر اليوم، يعني ما بيسيبش اي صفقات اوفر نايت. اوكي، ممكن حد تاني يقول لي لا انا هفتح صفقات على فريم مثلا الساعه او ال4 ساعات، وممكن اسيبها شغاله كذا يوم عادي، فده سوينج تريدر. اوكي، احنا اصلا ما ينفعش نبتدي بالسكالبنج، يعني احنا ما ينفعش نبتدي بالسكندز والمينتس والكلام ده، احنا لازم نكون بنبتدي بساعه 4 ساعات، ما ينفعش اقل من كده. انا شفت كذا حد في الراوند، مش فاكر الراوند دي ولا الراوند بتاعت الصبح، بس كان في حد شغال على فريم صغير قوي. فاتمنى ان احنا ما نشتغلش على فريمات صغيره قوي في البدايه مهما كانت الثقه يعني في الاستراتيجي او كده. بعد كده اتكلمنا عن التريدنج تايبس، الانواع، وقلنا ان الفرق الاساسي ما بين النوع ده الاولاني كل الانواع اللي تحت دي. اول حاجه الريسك. اوكي، السبوت اقل ريسك، ان انت تتداول بفلوسك بعقود فوريه ده اقل ريسك. ان انت تتداول باي حاجه من الحاجات اللي تحت دي الريسك بتاعها عالي جدا. اوكي، تاني حاجه الليفرج، الرفعه الماليه. السبوت ما فيهوش رفعه ماليه، كل الانواع اللي تحت دي فيها رفعه ماليه. اوكي، تالت حاجه ان السبوت اوريدي التداول في اتجاه واحد لونج بس، يعني انت بتشتري والسعر قليل بتبيع والسعر كبير. اما كل الحاجات اللي تحت دي بينفع تتداول في اتجاهين لونج وشورت. وزي ما قلت لكم انا اصلا ضد الرفعه الماليه وضد الشورت، لان اصلا منطقيا بزنسيا بكل انواع التفكير المنطقي في العالم ما ينفعش تبقى بتشتري حاجه بسعر كبير تبيعها بسعر قليل وتكسب فيها، الا لو انت داخل بتراهن مع حد. مثلا انا جايه بتراهن مثلا مع استاذ اسواني، فكده بقول له لا، بقول له انا براهن ان السعر كذا هينزل، فلو السعر فعلا نزل انا اكسب. اوكي، فده رهان من وجهه نظري الشخصيه. حلو، بعد كده ابتدينا نتكلم برضه عشان لو الحته دي مهمه لحد، فكره التريدنج نفسه هل ممكن يكون هو فيه حرمانيه او لا.
اوكي. وكنا اتكلمنا عن ان في 3 حاجات هما اللي ممكن يخلوا التريدنج فيه مشكله. وقلنا ان هي حتى مش مشكله دينيه بس، هي مشكله علميه كمان. اوكي. يعني مثلا التداول بالرافعه الماليه، التريدنج تايب، نوع التداول. يعني التداول بالعقود الفوريه ما اعتقدش ان هو فيه مشكله. اوكي. التداول بالعقود الاجله هو ده اللي اغلب الشيوخ من ناحيه الاسلام يعني اتكلموا عن المشكله فيه. وحتى في الانجيل برغم ان هي مش مذكوره نصا، ولكن الانجيل كمان مش بيحث يعني على فكره الطمع او ان انت تكون بتلعب حاجه ممكن يكون فيها شبه قمار او كده. اوكي. فانا عشان كده انا ضد ده من ناحيه العلم ومن ناحيه الدين. من ناحيه العلم كمان احنا اتفقنا ان هو اوريدي التداول بالعقود الاجله او التداول بالرافعه الماليه بيخلي مخ الانسان تحت ضغط. اوكي. وانت طول ما مخك تحت ضغط هو مش بيشتغل بالجزء المسؤول عن التحليل والتفكير المنطقي والكلام ده كله. تخيل ان انت سايق عربيه. اوكي. فوانت سايق عربيه هو واحد بس اللي ماسك الدركسيون، ممكن يبقى حد تاني قاعد جنبي بيقول لي والله امشي يمين امشي شمال وهكذا، حد ورايا نفس الكلام، لكن اللي ماسك العجله هو واحد. حلو. فبالتالي في كل سيتويشن في حياتنا اللي ماسك العجله هو واحد. تمام. في دماغنا يعني. اوكي. فاحنا في الحاله اللي احنا بنبقى فيها تحت ضغط مخ الانسان بيتعامل ان احنا تحت خطر. اوكي. فده بيخلي التفكير المنطقي مش موجود، بيخلي جزء تاني من مخنا اسمه الريبيتيليان برين بيبقى هو اللي بيسوق. اوكي. فالريبيتيليان برين مش دوره ان هو يكون بيعمل تحليل منطقي، هو دوره ان هو يكون بيخليك تتصرف تصرف يخرجك من السيتويشن ده. فانت بتاخد اكشن من 3. اوكي. يا فايت يا فلايت يا فريز. يا اما بتتنح فريزنج. اوكي. يا اما بتاخد قرارات مندفعه فايتنج، يا اما بتفلاي بتحاول تهرب من السيتويشن خالص. زي ايام الجامعه لما كنا بندخل اوريدي بنزنق نفسنا لحد ليله الامتحان، فنيجي نلاقي نفسنا قبل ليله الامتحان انت قاعد تخرج تتعرف عليهم في الصاله، تقعد تتكلم مع اصحابك على التليفون عشان بتفلايت بتهرب من الضغط اللي انت فيه. اوكي. فدي اول مشكله. المشكله الثانيه الاسيت تايب. زي ما قلنا لو حد اوريدي سبيشالي في الحته بتاعه الكريبتو كارنسيز ممكن يكون فيها مشكله، لان في عملات ممكن يكون فيها حرمانيه. وفي موقع اوريدي ممكن التيم يبعته لكم على الجروب تاني بيورينا، عشان هم 400 عمله اعتقد، هم 400 عمله اللي فيهم شبهه ان هم فيهم مشكله يعني، بتوع كازينو وحاجات شبه كده. فدول برضو نحاول نتجنبهم. اخر حاجه خالص وهي التريدنج ميثودولوجي. دي وجهه نظري الشخصيه بقى، اللي هي فكره القمار. اوكي. ان انت تكون داخل صفقه وتقول والله انا هدخل وهستنى اما تضرب. هستنى اما تضرب دي بالنسبه لي هي ميسر اصلا 100%. اوكي. لان انت حتى اضعف الايمان ما خدتش توصيه، برغم ان انا ضد التوصيات. انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الكلمه دي والله العظيم. اصل التوصيه بناء على ايه؟ بناء على ايه بجد؟ يعني انا دلوقتي انا جاي اقول لك انا بحب البيتزا مثلا. اوكي. فهاجي اقول لك والنبي روح كل بيتزا. اوكي. طب انا بحب البيتزا بحبها بطعم كذا، انا شخص اسمي رانيا عندي دي ان ايه مختلف عنك. الشخص التاني اللي جاي يديك توصيه ده اوكي بيتداول بحجم راس مال مختلف عنك. اوكي. بيتداول بالريسك مانجمنت مختلف عنك. فانا ما بفهمش كلمه توصيه، ولكن على الاقل اوكي حتى يا سيدي سمعت توصيه مثلا. اوكي. لكن لو انت داخل الصفقه كده اوكي وفي الاخر كسبت فلوس، فالمكسب ده اللي انت ما بذلتش فيه مجهود ولا ذهني ولا بدني. اوكي. يعني انت ولا حللت ولا بذلت مجهود بدني. فده اصلا تعريف كلمه ميسر في معجم اللغه العربيه، هو كسب مجهود كسب مال بدون بذل مجهود ذهني او بدني. اوكي. فبالتالي انا بشوف ان دي 3 حاجات ممكن تكون بتاثر على التريدنج. بعد كده اتكلمنا عن انواع الاوردرز اللي ممكن نكون بنحتاجها واحنا بنتداول بالفعل لما نيجي نفتح من على اي بروكر. قلنا ان اهم نوعين هما الماركت اوردر والليميت اوردر. الماركت اوردر باي ناو او سيل ناو وات ايفر ذا برايس. اوكي. الليميت اوردر باي ناو لما السعر يبقى عند كذا، او سيل ناو لما السعر يبقى عند كذا. زي ما اتفقنا لو احنا داخلين صفقه بنفتح صفقه فعادي ممكن نفتحها ماركت اوردر، مش لازم ليميت اوردر. اوكي. لو انت شغال على فريم كبير طبعا زي فريم الساعه او ال4 ساعات او كده. ليه؟ لان كده كده مش هتفرق قوي، بيبقى فرق بسيط جدا، حاجه من 100 او حاجه من 1000. اما لو انت شغال على فريم صغير جدا زي فريم الدقيقه او ال3 دقائق، لا لازم تفتح الصفقه ليميت اوردر. ليه؟ لان مثلا اصلا في الصفقات القصيره بتاعه السكالبنج على فريم الدقيقه او ال3 دقائق، انت اصلا المارجن بتاع المكسب بتاعك قليل جدا. اوكي. يعني هو يا دوبك اصلا المكسب بتاعك 3/10%، 4/10%. اوكي. فانت لما بتفتح الصفقه ماركت اوردر ده بياكل من حجم البروفيت بتاعك. حلو. فعشان كده يفضل ان احنا لو على فريم صغير قوي نفتح ليميت، لكن
فريم كبير مفيش مشكله نفتح ماركت. اوكي كده كده لما نفتح الصفقه التيك بروفيت اوردر والستوب لوس اوردر لازم يبقوا ليميت اوردر. اوكي لو انت خلاص فتحت الصفقه مثلا هنا اوكي فهتحط التيك بروفيت هنا والستوب لوس هنا، فده اصلا ده ليميت اوردر انت عايز تقفلها عند نقطه معينه بذاتها. اوكي بعد كده اتكلمنا سريعا عن ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتاثر على التريدرز وتخليهم يكونوا بيخسروا فلوس. اتكلمنا عن السايكولوجي بتاع التريدنج بشكل بسيط، فكره الاوفر تريدنج، ان انت تجنور الستوب لوس، ان انت تكون بتتشيس اللاسز او بتعمل ريفنج تريدنج. اوكي كل الكلام ده اصلا اللي بيحطك تحته هو الفيوتشر. اوكي او الرافعه الماليه. والله مهما كنت مين صدقوني ما حدش هيكون بيشتغل ليفرج او ما حدش هيكون بيشتغل فيوتشر اوبشنز اي نوع من الانواع دي كلها. اوكي وهيكون بيكمل المكسب. لو عمل كده انا هرفع له القبعه، انا هديله فلوس يعمل لها اسيت مانجمنت والله العظيم. اوكي بس ما حدش هيعرف يكون بيعمل ده. محدش هيعرف يشتغل اوبشنز او فيوتشر ويكون بيعرف بيعمل بروفيت لمده 3 4 سنين ويكون بروفيتبل تريدر. اوكي ليه؟ لان احنا بني ادمين في الاخر. لو بوت ماشي لكن انت بني ادم تمام. فبالتالي انا بشوف ان اللي بيحط الانسان ان هو يتداول بشكل ايموشنال هي الزفت الرافعه الماليه. لو الانسان بيتداول سبوت مفيش اي مشكله، هتلاقي نفسك ماشي برتم طبيعي. اوكي تخيل نفسك انت كل يوم مثلا بتاخد منشطات مثلا علشان تبقى بتشتغل اكتر او بتعمل اكتر او ايا كان، هل جسمك هيبقى صحي؟ اكيد لا، صح؟ ففي فرق ما بين ان انت تتحرك بشكل هيلسي وان انت تكون تعمل حاجه توكسيك تزود اكستريم في جسمك. اوكي فالفيوتشر بيخلينا نوصل للاكستريم تمام، تطلع يوم لحد 7 سما وبعد كده ينزلك لحد 7 ارض. اوكي بعد كده اتكلمنا عن التريدنج سايكولوجي والمايند سيت وقلنا ان احنا اوريدي اللي هيخلينا نحافظ عن ان احنا نكون بنبعد عن ده هو التريدنج جورنال. يعني اعتقد لو استاذ اسواني اوريدي كمل مثلا بالستايل ده، لو فضل يعمل تريدنج جورنال كل اسبوع بالمنظر ده هيبقى شخص ملتزم جدا، هيعرف يكون بيوصل لمرحله كويسه جدا في التريدنج لان هو بيتابع البروجرس بتاعه، بيسجل الصفقات بايده، فده بيخلي عنده نوع من انواع الديسيبلين، عنده نوع من انواع الانضباط النفسي. اوكي بعد كده تاني اسبوع دخلنا في التكنيكال اناليسيس. اوكي فاتكلمنا اول حاجه عن طبعا اشكال الشموع لان هي دي الطريقه اللي احنا بنديسبلاي بيها الانفورميشن او بنعرض بيها المعلومات بتاعه السعر. اوكي ولكن زي ما قلنا احنا مش بتوع برايس اكشن، احنا مش بنشتغل برايس اكشن، فاحنا يا دوبك بناخد ده كنوع من انواع ايه كونفirmations. اوكي فرقوا ما بين الحاجه بتاعه اتخاذ القرار والحاجه بتاعه التاكيد. اوكي فلو قلنا مثلا ايه الحاجه التاكيديه اللي ممكن ناخدها مثلا من اشكال الشموع، الشمعه مثلا ممكن تكون شكلها مهم بالنسبه لنا في الترند الصاعد هي الهامر، الانفيرتد هامر والبولش انجولفينج. اوكي بعد كده اتكلمنا عن السبورت والريزيستنس، مستويات الدعم والمقاومه، وقلنا ان اوريدي الدعم والمقاومه خلينا نمثلهم بالارض والسقف بتاع الاوضه. اوكي اهميتهم بالنسبه لنا احنا مش بنشتغل بيهم، يعني في ناس اصلا بتشتغل بيهم زي ما اتفقنا قبل كده، لكن احنا بس بنزودهم على التشيك ليست بتاعتنا كنوع من انواع التاكيد. يعني لو احنا جينا نبص اصلا احنا كنا بنشتغل ازاي او احنا اوريدي السيستم بتاعنا بيبتدي ازاي، خلينا نكون بنشيل كل حاجه اوريدي موجوده هنا. فاحنا عندنا تشيك ليست صح، خلينا نشيل السهم المعفن ده خلينا نفتح حاجه حلوه ونفتح الذهب مثلا. اوكي فاحنا مثلا عندنا اوريدي قلنا السيستم بتاعنا بيبتدي بالسكرينر. اوكي فالسكرينر احنا زي ما اتفقنا نقدر نكون بنعمل له سيت اب بالتو استراتيجيز بتوعنا اللي هي الاستراتيجي بتاعه الترند فولوينج والاستراتيجي بتاعه الريفرسال. فلو احنا مثلا هنشتغل ترند فولوينج وانا عايزه اكون بفلتر الماركت من البدايه اوكي عشان اعرف اكون بشوف الاسهم اللي ممكن تكون مناسبه للاستراتيجي بتاعتي دلوقتي، فاحنا هنكون بنعمل اول حاجه الاي ام اي. اوكي التايم فريم بقى اللي انت هتشتغل عليه، يعني لو انت هتفتح الصفقه على فريم ال4 ساعات ودي حاجه انت اللي بتحددها مش انا. اوكي فلو انت هتشتغل على فريم ال4 ساعات يبقى انت هتفتح هنا في الترند فولوينج على فريم ال4 ساعات بيلو برايس بولش برايس، وعلى برضه فريم ال1 داي. ما دام هنشتغل ترند فولوينج لازم ناخد تاكيد من 2 تايم فريمز. اوكي عشان لازم نشوف الترند مسمع في 2 تايم فريمز ولا لا. فاحنا كده نزلنا هم من 14000 سهم ل 5000 سهم. برضه هنكون بنحط الار اس اي على فريم ال4 ساعات. زي ما قلنا انا بحب احطه بلو 60 من تجربتي الشخصيه، دي الحاجه اللي كانت بتطلع حاجات مظبوطه. اوكي او بتطلع لي فرص كتير. حابب تحطها رقم اقل مفيش مشكله. اوكي فانا احطها على فريم ال4 ساعات وعلى فريم ال1 داي.
حلو جدا. يبقى احنا كده نزلنا لحد 2898 سهم. ممكن ازود الكاندل ستيك باترن، افلتر الدنيا خالص بقى. اوكي، فانا لو زودت الكاندل ستيك باترن زي ما قلنا هنحط الكاندل ستيك باترن على التايم فريم اللي انا هفتح عليه الصفقه، الاكسكيوشن تايم فريم، التايم فريم بتاع تنفيذ الصفقه. فالتايم فريم بتاع تنفيذ الصفقه هو ايه؟ هو هنا 4 ساعات. حلو، فانا هفتح على ال4 ساعات، هقول له بولش، هيبقى engulfing hammer inverted hammer. حلو، يبقى انا كده نزلت من 14000 سهم لحد 16 سهم. تمام. طيب برضو في حاجه زياده انا ما شرحتهاش في الكورسز اللي قبل كده، فانا بس هقول لكم معلومتين فيها سريعا. هي دي حاجه اوريدي من الحاجات اللي موجوده في الاكسلريتور. ممكن حاجه فاندامنتال سريعا نكون بنزودها، اللي هو لو انت عايز تحلل فاندامنتال بس ما تسحروش دماغكم معاها والنبي. اوكي، انا بس هقول المعلومه سريعا. تمام. فاحنا ممكن ناخد اول اتنين دول، البرايس ريلاتيف تو ايرنينجز، ده لو عايزين نزودها في السكرينر. فممكن اشيل الباترن واحط برايس. البرسنتج بقى على حسب انت عايز حاجه الجروس بتاعها عامل ازاي. يعني ده بيقارن السعر بالارنينجز او بالارباح بتاعه الشركه دي. اوكي، فمن 25 ل 35 كويس. اوكي، فنزلنا اهو لحد 199 سهم. برضو ممكن نختار الريفينيو جروس، ممكن نقول برضو حسب انت عايز الحاجه تبقى الجروس بتاعها او اليير اوفر يير جروس بتاعها عامل ازاي. الواي او واي دي معناها كده يير اوفر يير، الجروس بتاع الشركه دي كل سنه بعد سنه بيبقى عامل ازاي. فممكن والله نقول برضو يا 10 ل 25 يا اما 25 ل 50، مش هيبقى فيها مشكله قوي. فممكن نكون بنعمل كده. فاحنا كده بقى عندنا 14 سهم. اوكي، فده السيت اب بتاع الترند فولوينج. السيت اب بتاع الريفرسال هنا بقى مش هنحتاج 2 تايم فريمز، هنا هنعمل على تايم فريم واحد لان الريفرسال مش زي الترند فولوينج في الحته دي. فاحنا هنعمل الميك دي مثلا ليفل كروس اب سيجنال بولش سيجنال لاين كروس اوفر. اوكي، على فريم انا كده عملته على فريم ايه، خلينا نخليه على فريم ال4 ساعات لو احنا مثلا بنشتغل 4 ساعات. تمام. طيب هحط كمان الار اس اي. حلو قوي، كده نزلنا لحد 389 سهم. ممكن نكون بقى بنحط كمان الحته بتاعه الكاندل ستيك. برضو البولش انجولفينج الهامر الانفيرتد هامر. حلو، كده نزلنا لحد 20 سهم. حلو، نفس السيت اب ده ينفع نكون بنحطه في اي حاجه تانية زي السي اكس سكرينر مثلا، بس هيبقى فيه فرق بس اساسي. التكنيكال ما فيهوش اي مشكله، ولكن هنبقى بس بنختار من هنا الاكستشينج اللي احنا بنشتغل عليه، وليكن بايفت مثلا. والسيمبل تايب، نوع السيمبل اسيت سبوت مثلا، مالناش دعوه بالحاجات التانية حرام. اوكي، والكود كارنسي يو اس دي تي، اللي هو انت مثلا عايز تكون بتعمل ايداع وسحب بعمله ايه، فزي ما قلنا يو اس دي تي. اوكي، فدي بس الثلاث حاجات اللي هتبقى مختلفه في السي اكس سكرينر. فده اول حاجه في التشيك ليست بتاعتنا. تمام. بعد كده بندخل بقى على مرحله التحليل. يعني احنا لقينا السهم او لقينا العمله، هحللها ازاي؟ زي ما قلنا عندنا كذا لاير. اوكي، فاول لاير هي اللاير بتاعه الترند. احنا دلوقتي هنفكر ترند فولوينج. اوكي، فاللاير بتاعه الترند اول حاجه فيها هي الاي ام اي 50/100، ده كده الترند. بعد كده الفوليوم هنفتح اللوكن. بعد كده المومنتوم هنفتح ال 3 جيميناي. بعد كده الفولاتيليتي هنفتح الاي تي ار. وبعد كده هناخد كونفirmation من حاجه زياده الا وهي الاوردر بلوك بتاع لوكس الجو علشان الدعم والمقاومه. فزي ما قلنا الدعم والمقاومه عندنا هي اشاره تاكيد، احنا ما بندخلش صفقه مثلا واحنا قريبين من مستوى مقاومه، فدي حاجه تاكيديه. اوكي، ليه؟ لان ممكن مستوى المقاومه ده ما ينفعش يتكسر، فعشان كده لازم يكون هو حاجه من التشيك ليست بتاعتنا، لازم يكون هو حاجه من الحاجات اللي احنا بنتاكد منها. لو احنا شغالين ترند فولوينج لازم اكون باخد تاكيد كمان من 2 تايم فريمز اعلى. بتاخد تاكيد بناء على ايه؟ بتاخد تاكيد بناء على اول حاجه اتجاه الترند، هل الترند صاعد في الفريم الاعلى ده ولا لا. تاني حاجه بتاخد تاكيد على ان احنا قريبين من مستوى مقاومه او لا، لان زي ما قلت لك انا كنت ممكن افتح صفقات مثلا على فريم الثلاث دقائق. اوكي، واحنا على فريم الساعه قريبين من المقاومه، ممكن الصفقه ما كنتش الحق اخد فيها 2 اي تي ار.
اوكي. فعشان كده لازم نخلي بالنا من فكره اتجاه الترند. انا كان في مؤشر كنت عاملاه بس انا لسه ما رفعتوش تاني للاسف، بس هو كان موجود على تريدنج فيو. لما ارفعه هبعت لكم اللينك بتاعه، هخلي التيم يبعت لكم اللينك بتاعه. كان هتلاقوا بيعمل لكم جدول هنا على الجنب كده بيقول لك اوريدي اتجاه الترند عامل ازاي على 2 تايم فريمز اعلى من التايم فريم اللي انت شغال عليه بناء على الاي ام اي زي ما احنا شغالين عادي. اوكي. فالاستراتيجي بتاعت الترند فولوينج زي ما احنا اتفقنا، اول اشاره بالنسبه لنا فيها هي الجولدن كروس بتاعت الاي ام اي. بنتاكد من اللوكن ان في بارز، بنشوف ال 3 جيميناي اصفر واحمر، لقينا كل حاجه تمام زي الفل، ندخل ناخد 2 اي تي ار. اوكي. طب الستوب لوس هنثبت الستوب لوس تحت مستوى الدعم. تمام. فاحنا كده التيك بروفيت في الترند فولوينج 2 اي تي ار، الستوب لوس تحت مستوى الدعم. طب لو انا هشتغل ريفرسال يبقى هشيل الاي ام اي، هشيل الاي تي ار، واحط الماك دي. اوكي. في الريفرسال انا بدخل مع الجولدن كروس بتاعه الماك دي بعد ما كل الاشارات تتاكد. يعني لو الجولدن كروس حصلت في الشمعه دي مثلا، اوكي، ولسه باقي المؤشرات ما قالتليش ان الدنيا تمام، يبقى مش هدخل، هستنى لحد ما كله يتاكد. فكله مثلا اتاكد في الشمعه دي، حلو، يبقى انا هدخل في الشمعه دي. تمام. وهبيع عند الديس كروس، والستوب لوس بتاعي تحت مستوى الدعم. تمام. طب انا خلاص خلصت السكرينر وخلصت التشيك ليست بتاعتي، اتاكدت من الترند، المومنتم، الفوليوم، الفولاتيليتي، مستويات الدعم والمقاومه، 2 هاير تايم فريمز، عملت كل ده. ايه اخر خطوه؟ اخر خطوه هي الريسك مانجمنت والماني مانجمنت. اوكي. ان انت تشوف هتدخل بفلوس قد ايه، وده اتفقنا ان احنا هنكون بنثبته علشان نكون بنبعد عن فكره ان احنا نلعب في السيستم اللي احنا عاملينه. زي ما اتفقنا احنا عندنا تشيك ليست. اوكي. مفيش اعظم من كده ان احنا يبقى عندنا تشيك ليست، هي قاعده ثابته انت بتطبقها على كل الصفقات، فانت يبقى تركيزك على حاجه واحده، هي ان انت تعمل 1% ديلي. اوكي. فزي ما اتفقنا احنا هنثبت القواعد كلها في اغلب الحاجات عشان نكون بنثبت سيستم، بنثبت تشيك ليست، نعرف نكون بندخل بيها في كل انواع الماركتس المختلفه، عشان يبقى الفوكس بتاعنا على ان احنا نكون بنعمل 1% ديلي. فاحنا امبارح اتفقنا على القوانين بتاعه الريسك مانجمنت، وقلنا ان احنا لازم الاسيتس اللي بنختارها يكون في بينها وما بين بعض دايفرسيفيكيشن، تنوع according to الكورليشن واكوردنج تو الفولاتيليتي. اوكي. زي لو فاكرين احنا قلنا اوريدي الحته بتاعه الكورليشن، نسبه التطابق ما بين العملات وبعضها. اوكي. ان انا لازم اوريدي اكون بشوف مثلا انا دلوقتي مستثمر في الذهب، اوكي، جات لي فرصه ان انا اكون بستثمر مثلا في السي اي بي. اوكي. فادي مثلا لازم اقارن، اشوف الحركه بتاعه السي اي بي عامله ازاي مقارنه بحركه الذهب، هل الاثنين بيتحركوا نفس الحركه ولا كل واحد فيهم بيتحرك بحركه مختلفه عن الثانيه. انت ممكن تكون مقسم المحفظه بتاعتك على 10 اصول، اوكي، وال10 بينهم وما بين بعض كورليشن. يا فرحتي، يعني انت كده كانك حاطط فلوسك كلها في حاجه واحده، لو واحده فيهم نزلت 1% كله هينزل 1%. اوكي. فزي ما قلنا مثلا ده المؤشر بتاع الكورليشن بيورينا نسبه التطابق عامله ازاي، فاحنا هنا مثلا قريبين من الواحد، فده معناه ان نسبه التطابق الى حد ما قريبه. كل ما بعدنا عن الواحد كل ما كان الموضوع ده احسن. اوكي يا شباب.